الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده. تعالوا اوريكم الحاجات اللي جبتها للعيد. جبت بادي سبلاش بالفراوله، بجد ريحته تحفه، انتعاش كده، ريحته صيفي قوي. طبعا شيت ماسك عشان ندلع نفسنا النهارده ونعمله ان شاء الله، هنجربه النهارده. انا عامه مش بستخدم شيت ماسك كتير، ولكن في العيد بس. مبرد لازم. جبت دول كان نفسي فيهم، اللي هما بيتحطوا في الطرحه كده، كنت شفت صاحبتي جايباهم فقلت اجربهم، فهنلبسهم في العيد. جبت البيوتي بلندر دي، شكلهم كيوت كده للكونسيلر. نخش بقى على الجزء الخاص بالاكسسوارات. طبعا النازله دي الغرض منها ايه؟ ان انا اجيب اكسسوارات. عامه بحب الستانلس قوي. اول حاجه السلسله، وجبت معاها الاسوره دي، حسيت ان هم هيبقوا طقم حلو. والاسوره دي عليها الحرف بتاعي، اهو حرف الشين، فشكلها عسول جدا. كان فيه بالانجلش برضو، بس عجبني بالعربي اكتر. وفي الاسوره دي برضو، دي حلوه قوي بقى، دي شكلها حلوه قوي. واخر حاجه قليل من الخواتم، برضو ستانلس ستيل. شكلهم كده صغير كده ورايقين قوي. بس دي الحاجات اللي انا جبتها. بخصوص الهدوم، ما جبتش هدوم الصراحه، ما كانش عاجبني حاجه، وما كانش عندي وقت اصلا ان انا انزل عشان كان عندي امتحانات. فدي الحاجات اللي قدرت انزل واجيبها يعني. كنت هنسى اوريكم اهم حاجه طبعا دول بلالين العيد. دي اهم حاجه عندنا في العيد عشان نعلقهم ونزين بيهم الشقه. وفي كيس قديم معايا ده، مكتوب عليه كده عيد سعيد وكده، هنعلقهم مع بعض ونزين بيهم الشقه وهوريكم. يلا بينا. مشغلين طبعا القناه دي، مش مغيرينها طول يوم. ان شاء الله ربنا يرزقنا جميعا نكون هناك. هاي حلوين، رجعت لكم بعد الفطار. الساعه دلوقتي 11 بالليل، فعايزه دلوقتي بقى ابدا احس باجواء العيد والفايب بتاعه العيد. فادخل اخد شاور والبس بيجامتي الجديده. تعالوا اوريكم شكلها، بيجامه العيد. شكلها كتكوت قوي. نيجي بقى للسكين كير عشان ندلع نفسنا في العيد ونحس باجواء العيد. دايما بجيب لي شيت ماسك، مش بستخدمه على طول، بس زي ما قلت لكم لزوم الدلع في العيد مش اكتر. فيلا نفتحه مع بعض. اهو هنطلعه. ايه، بينقط بهدلنا الدنيا، بينقط كتير، البتاعه اتبهدلت.
نحاول نفتحه بسرعة. محتاجة احطه على بشرتي في اسرع وقت ممكن لانه حقيقي بهدل الدنيا اهو. احطه على بشرتي دلوقتي. حطيته على وشي. المفروض ان انا هستنى 10 دقايق وهشيله. انا اصلا حاسه ان انا مش هكمل 5 دقايق وهشيل، ان انا اصلا بزهق بسرعه. حاسه ان انا عايزه اعملي ايس كوفي او اندومي واشغل لي مسلسل كوري واقعد اعيش مع نفسي بجد. ده فايب العيد. ده مش بالجبنه كده عشان مش عارفه اجيبه ولا لا. تعالوا نعمل مع بعض ايس كوفي. جبت الكوبايه دي وهنعمله مع بعض. اول حاجه هنحط اللبن وكثير من التلج وهنحط القهوة ضربتها بالمضرب. جهزنا الايس كوفي بتاعنا. طبعا النهارده تاني يوم العيد. امبارح بعد ما رجعنا حصل ايه، ان احنا دخلنا في غيبوبة ما حسيتش باي حاجة. فالمفروض النهارده بقى عندنا سهرة جميلة، جايلنا بنات عمامنا وهنسهر مع بعض وهنقضي وقت جميل. فقلت ايه، اعمل لي ايس كوفي اروق بيه كده على الصبح، وبالمره نقوم بقى نشوف التجهيزات اللي هنعملها علشان نستعد للسهره الجميله. المره الجايه بفكر اجدد في الايس كوفي، نعمله مثلا بالاوريو، هتبقى تجربه لذيذه. ناويه النهارده ان احنا نعمل كيكه، وعايزه كمان اطلع كل الالعاب اللي المفروض هنلعب بيها. طبعا انا جاهزه، انا نفسي جهزت، فاضل بس نجهز الحاجات اللي هنقدمها. فيلا بينا. دلوقتي هنبدأ بقى نحط الحلويات في البونبونيرة. يلا نحطهم. نحط اول حاجة التوفي والبسكوت. رصي هنا، مليكة هتساعدني. حطي، ايوه كده. خلصنا البونبونيرة دي كده شكلها، نسيبها على السفرة. جهزنا كمان كيكة، عملنا كيكة، تعالوا اوريكم اهي. دي بالشوكولاتة، وعملنا واحدة بالكريمة، التانية في الفرن. والكيكة التانية طلعت، وكده الكيكتين جاهزين. جهزت الالعاب اللي هنلعب بيها مع بعض، طلعت كل الالعاب اللي عندنا علشان زي ما قلت لكم النهارده هتبقى بقى سهره جميله، واحنا وبنات عمنا هنسهر مع بعض، فان شاء الله يبقى يوم لطيف.